السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حرس من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وورد. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن اهم مفاهيم السايبر سيكيورتي، ودخلنا في كل دومين من السايبر سيكيورتي دومينز واتكلمنا عليهم بالتفاصيل، بدايه بالايدنتي اند اكسس مانجمنت، الاند بوينت سيكيورتي، نتورك سيكيورتي، الابلكيشن سيكيورتي، لحد ما وصلنا لداتا سيكيورتي الحلقه اللي فاتت. كل الدومينز اللي فاتت دي نقدر نقول عليها ان احنا اتكلمنا عن البروتكشن وازاي نحمي الانفراستراكشر بتاعتنا من السايبر ثريتس. في الحلقه بتاعت النهارده والحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن الديتكشن والريسبونس. وخلونا نبدا حلقه النهارده بالمعادله البسيطه: اس بتساوي بي زائد دي زائد ار. سكيورتي بتساوي بروتكشن زائد ديتكشن زائد الريسبونس. وده بيلخص كل اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت واللي هنتكلم عليهم ان شاء الله في الحلقه دي والحلقه اللي جايه. فاكرين السي اي اي اللي اتكلمنا عليها في تاني حلقه من سلسله حرس من الهاكرز، confidentiality integrity والافيلابيلتي. كل حاجه احنا بنحاول نعملها في السكيورتي ان احنا دايما بنحاول نحقق الثلاثه elements دول على قد ما نقدر، وده يعتبر بيجاوب على سؤال ايه اللي احنا بنحاول نعمله. طيب المعادله دي بتجاوب على سؤال ايه؟ المعادله دي بتجاوب على سؤال هاو. السي اي اي بتقول لنا احنا محتاجين نعمل ايه اللي احنا محتاجين نعمله عشان نحقق الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي، والمعادله دي بتقول لك طب ازاي هتحقق الكلام ده. يلا بينا على اللايف بورد عشان نشوف الكلام ده ماشي ازاي بالتفصيل. طيب ازاي اعمل ديتكشن؟ ببساطه انا محتاج اجمع كل الانفورميشن من كل الدومينز دي وادخلهم على المونيتورنج انجن، يعني من الايدنتيتي اكسس مانجمنت ومن الاند بوينت سيكيورتي ومن النتورك سيكيورتي ومن الابلكيشن سيكيورتي ومن الداتابيز سيكيورتي. كل دول اجمعهم في المونيتورنج انجن بتاعي، وهو ده اللي احنا هنبدا نشرحه دلوقتي. بدايه من المونيتورنج تمام والانالايز والريبورتنج لحد ما نوصل لايه؟ للثريت هانتنج. بعد كده طبعا بعد ما جمعنا الكلام ده في المونيتورنج انجن بتاعنا، لازم بعد كده نروح لايه؟ للريسبونس ستيج. دي اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. وخليكم عارفين ان التو فانكشنز دول الديتكشن والريسبونس المسؤول عنهم هو غالبا بتبقى الايه؟ السوك اورجانيزيشن، سكيورتي اوبريشن سنتر. طيب هي ايه التكنولوجيز اللي بستخدمها عشان اعمل الديتكشن ده؟ التو تكنولوجيز المسيطرين على الحته دي هما السكيورتي انفورميشن ايفنت مانجمنت والاكستندد ديتكشن اند ريسبونس سيستم، ودول اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله النهارده. خلونا نبدا بالسيم سولوشن. لو بصينا على كل دومين من الدومينز اللي اتكلمنا عليهم، سواء الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، الاند بوينت سيكيورتي، نتورك سيكيورتي، ابلكيشن سيكيورتي، او الداتا سيكيورتي، كل واحد منهم هو مصدر من مصادر السكيورتي انفورميشن. واللي بيحصل غالبا في الحاله دي هو التيبيكال براكتس مش البيست براكتس، ان احنا هنا بيكون عندنا مانجمنت سيستم تمام لكل دومين من الدومينز دول. كل واحد من المانجمنت سيستم دول، كل مانجمنت سيستم من دول بيمانج كل سايبر سيكيورتي دومين من دول، بيبقى ليه الادمن او الادمنستريتورز بتوعه اللي هو بيمانج الدومين من خلاله. المشكله هنا ان الموديل ده غالي جدا، وفوق كل ده انا ما عنديش اصلا هوليستيك فيو اللي انا عايزه اصلا، اللي يخليني يديني اوفر فيو للانفراستراكشر بتاعتي. فلو حصل عندي اتاك على السيستم في اي دومين من الدومينز دول، هلاقي
كذا الارم في كذا سيستم. وطبعا كل ادمن من دول ما يعرفش ايه اللي بيحصل عند السيستم التاني. تمام. وهيبداوا بقى يتكلموا مع بعض في محاوله شبه فاشله عشان يعرفوا يتعاملوا مع الاتاك او مع الالارم ده ازاي. وهنا يجي دور الايه، السيم سولوشن، بحيث ممكن احط هنا لاير معينه. تمام. واللاير دي هنا هجمع بيها كل الانفورميشن من كل الدومينز، وبعد كده ابدا ابعتها ايه للسيم سولوشن بتاعي. ودي اول خطوه في السيم اللي هي الكوليكشن. هنا احنا بنكولكت اللوكس والالارمز والايفنتس اللي بتحصل، وكمان الفلو داتا اللي في النتورك بتاعتنا، ونجمعها في بيج داتا بيس على السيم سولوشن بتاعنا. ده كده يجي دور الكولاريشن. زي ما قلنا ان الاتاك واحد ممكن يجنريت كذا الارم على كذا دومين، فانا محتاج اشوف الكلام ده على السيم على هيئه سنجل الارم يفهمني ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد كده هنبدا ندخل على مرحله الاناليتكس او الانالايز للانفو اللي جات لي دي. الانفو اللي جات لي دي معناها ايه بالظبط؟ فهبص على اول حاجه الرولز والبوليسيز. فمثلا ممكن يكون عندي رولز بتقول اف مثلا لو عندي ترافيك جاي من بلد معينه او منطقه معينه، و كذا لوجن اتم، ومثلا جايه بشكل فلاني، ببدا احط البارامترز بتاعتي اللي انا اشكل بيها الرولز بيزد على السكيورتي بوليسي بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتي. وغالبا لو انت شاري سيم محترم هيكون اصلا الرولز دي معظمها بريديفايند في هيئه بلاي بوك، وعلى اساسها نبدا ناخد اكشنز في هيئه رال بوكس. والاكشن دي من ضمنها ان لازم احدد بريوريتي. تمام. بريوريتي للايفنت دي يا اما هاي او ميديوم او لو. حاجه تانية محتاج اعملها في الاناليسيس، وهي ان احنا لازم ندور على انوميليز. طيب انا في الرولز كنت بدور على حاجات معروفه، تمام، كيسز معروفه او امثله الاتاكس معروفه او انديكيتور اوف كومبرومايزز معروفه. لكن هنا في الانوميليز انا مش عارف انا بدور على ايه. انا هنا بدور على الحاجات المشكوك في امرها، شكلها مريب كده مش تمام. وهنا يجي دور الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج، لانها بتقدر تلاقي باترنز احنا ما نقدرش نلاقيها. وكمان ما نقدرش ننسى اليو بي اي، اليوزر بيهيفير اناليسيس، اللي اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. وفي النهايه هبدا ابص على الترندز. الترندز دي عشان اقدر اعمل بيها ريبورتنج للمانجمنت بتاعي، عشان اقول هل احنا تمام، عندنا مثلا الشهر ده انسيدنس كتير، انسيدنت اقل من الشهر اللي فات، حلينا الانسيدنس اكتر او بشكل اسرع، ولا عطلانين فيها في حاجه مثلا باك لوج ما بتتحلش بقى لها كذا شهر معانا، وهكذا. وهي دي الميجر فانكشنز للسيم سولوشن على السيستمز بتاعتي. بعد ما اتكلمنا عن السيم سولوشن، تعالوا نشوف بقى ايه قصه الاكس دي ار. طيب خلينا الاول نعرف هو ايه الفرق ما بين السيم سولوشن وما بين الاكس دي ار. السيم في الاصل جاي من تو باك جراوندز، او شركات كان اساسها يا اما البيزنس بتاعها قايم على اللوجينج، تمام، ويا اما شركات البيزنس بتاعها قايمه على النتوركينج. فالشركات بتاعه اللوجينج لما جم يعملوا السيم سولوشن كان على اساس انهم يجمعوا كل السيستم لوجز من الديفايسز والاو اس والداتابيز والابلكيشنز في سنترلايز داتابيز. والشركات اللي مبنيه على النتوركينج كانت مركزه اكتر على النتورك بيهيفير والانومالي ديتكشن. والسيم عامه الانجينيريك لما اتعمل لا كان اتعمل مبني على النقطتين الاساسيتين دول.
وطبعا السيم دلوقتي يقدر يعمل اكتر من كده، بس دول تقدر تقول عليها دي الاوريجين ستوري بتاعه السيم سولوشنز. طيب تعال نشوف الاكس دي ار او الاكستندد ديتكشن اند ريسبونس سيستم. ده عباره عن ايه؟ الاكس دي ار تقدر تعتبره التطور البوكيمون للاي دي ار. تخيل كده الاي دي ار ده بوكيمون واتطور بقى لايه؟ بقى اكس دي ار. فزي ما اتكلمنا في السيم ان احنا بناخد الانفورميشن من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ يعني الديفايسز اللي عندي بتجمع اللوجز وبتبعتها للسيم سولوشن، والسيم سولوشن يبدا يعمل لها اجريجيشن وكورليشن ويقدر يعمل لها انالايز زي ما اتكلمنا من شويه. الاكس دي ار هو شغال العكس، هو شغال من ايه؟ من فوق لتحت، وهنفهم يعني ايه شغال من فوق لتحت كمان شويه. ففي الاي دي ار احنا بنعمل ايه؟ احنا بننستول هنا ابلكيشنز او ايجنتس على السيستم دي، سواء ده بي سي ولا لابتوب ولا وات ايفر ايه الاند بوينت ده. والايجنت ده هو اللي بيعمل الديتكشن والريسبونس، تمام، او سم ليفل اوف ريسبونس على مستوى الاند بوينت نفسه. والفكره هنا ان احنا بنبوش الاكشنز من فوق لتحت، بدل ما نبعت الايفنتس من الديفايسز، تمام، من تحت لفوق وناخد الاكشنز فوق. لا، احنا هنا بنحاول ناخد الاكشنز تحت على مستوى الان بوينت او على الديفايس ليفل على قد ما اقدر. ودي حاجه اسمها close to the source of the outage or close to the source of the attack. في الاكس دي ار احنا محتاجين شويه انفورميشن من الديفايسز، تمام، شويه انفورميشن من الديفايسز دي تتبعت للايه؟ للاكس دي ار سيستم. فالاي دي ار هنا بيعمل ديتكشن وريسبونس على ليفل الديفايس، بس طبعا هو محتاج يريبورت للكلام ده لحاجه فوقيه، وهنا يجي دور الاكس دي ار. بعد ما الاي دي ار ياخد الديتكشن والريسبونس رولز بتاعته على الديفايس ليفل، يبدا يريبورت للاكس دي ار فوق، عشان بعد كده يقدر ياخد الاكشنز عند الليفل بتاع الاكس دي ار. وخلي بالك احنا اصلا ممكن ناخد الانفورميشن دي من السيم سولوشن للاكس دي ار كمان ونبعتهم، وممكن اصلا تبعت الانفورميشن دي من الاي دي ار للسيم سولوشن كمان، وهكذا حسب الديزاين بتاعك. هما الثلاثه يشتغلوا انكوهيرنت مع بعض. وفي فيتشر حلوه قوي في الاكس دي ار اسمها فيدريتد سيرش، ودي بتبص على الانديكيتور اوف كومبرومايز معينه او انستنس معينه او اليرتس معينه، تمام. الاكس دي ار عامه بيروح باعت ريكوست للاند بوينتس دي، يبدا يبعت ريكوستات يقول له هل انت عندك الانديكيتور اوف الكومبرومايز الفلاني مثلا، تمام، او عندك الكونديشن الفلانيه. انا هنا مش محتاج افيتش الداتا من الديفايسز عندي عند بيج داتا بيز، لا انا بروح اجيبها جاست ان تايم. يعني انا مش بستنى الم داتا من الديفايسز دي على الاكس دي ار والاكس دي ار يبدا يعمل لها كورليشن وانالايز زي السيم سولوشن. لا، انا الاكس دي ار بينزل جاست ان تايم يريكوست انفورميشن معينه من الاند بوينت ديفايسز، وعلى اساسها، تمام، بيبدا ياخد اكشنز بيزد على الكونديشنز اللي هو بيدور عليها. تاخدوا بالكم الفرق الجوهري بين السيم سولوشن والاكس دي ار سولوشن هو ان السيم شغال من تحت لفوق، بيجمع الداتا عنده في سنترلايزد داتابيز، لكن الاكس دي ار شغال من فوق لتحت. وفي النهايه الاثنين بيكملوا بعض وبيشتغلوا مع بعض عشان يبقى عندك ريسبونس او سكيورتي ريسبونس قوي. بعد ما اتكلمنا عن السيم سولوشن والاكس دي ار اللي من خلالهم نقدر نعمل مونيتورنج وانالايز وريبورتنج، تعالوا بقى نتكلم عن ايه؟ الثريت هانتنج. طيب قبل ما نشرح هو ايه ثريت هانتنج، تعالوا نعرف احنا محتاجينه ليه اصلا. خلينا نبص على الاتاك تايم لاين ده. اول حاجه الاتاكر بيعملها وهي الريكونيسنس، وفيها بيحاول يسكان النتورك بتاعتك ويحاول يعرف ايه هي نقط الضعف اللي عندك.
وبعد كده خلونا نفترض ان الاتاك حصل في النقطة دي. الشركة هتاخد وقت قد ايه عشان تفوق من الغيبوبة وتحس ان في اتاك حصل عندها؟ الوقت ده من اول الاتاك ما يحصل لحد ما الشركة تبقى اوير ان في اتاك عندها، تمام، هو اسمه المين تايم تو ايدنتيفاي. وفي المتوسط ال MTTI ده بيوصل لايه؟ ل 200 يوم، ودي مصيبة سوء. بعد كده عندنا المين تايم تو كونتين، وده الوقت اللي الشركة هتاخده عشان تصلح المصيبة السوداء دي، وده بياخد تقريبا 70 يوم. فاحنا كده بنتكلم تقريبا كده داخلين على سنة عشان ده الاتاك واحد بس. انا محتاج اعمل ايه عشان احل المشكلة دي؟ انا محتاج اقلل ال MTTI ده وارجع بيه لورا شوية بحيث ايدنتيفاي اللي انا عندي اتاك بدري شوية، تمام، عشان ابدا اخد اكشنز بدري. عشان نعمل كده هنا يجي دور الايه؟ الثريت هانتنج. لو قارنا ما بين الانفستيجيشنز العاديه بالثريت هانتنج، في الانفستيجيشنز العاديه احنا هنا بنعمل ايه؟ بنرياكت على المصيبه من الاخر. هنا احنا بنعمل رياكت بحيث بعد ما الاتاك بيحصل انا ببدا انفستيجيت عشان اشوف ايه اللي حصل لي. وده اللي احنا بنعمله غالبا في السيم والاكس دي ار تولز. طيب في الثريت هانتنج، تمام، ثريت هانتنج هنا انا ببقى برو اكتف. برو اكتف ازاي؟ انا هنا بستخدم حاجتين مهمين، وهي الخبره بتاعتي، تمام، ومن الاخر كده الحس الامن. تمام، انا كسايبر سيكيورتي اناليست تقريبا اللي المفروض شاف تقريبا حاجات كتير من خلال خبرته العمليه، بيقدر يحط نظريات، تمام، وباستخدام التولز زي السم والاكس دي ار، تمام، النظريات اللي يبدا يحطها دي تبقى نظريات لاتاكس محتمله. احنا لسه ما فيش اتاكس حصلت ولا الارمز جات لنا، بس هنا احنا بنفكر قبل ما المصيبه تحصل. وثريت هانتنج بعد كده بيبدا يستخدم تولز، تمام، زي السيم والاكس دي ار عشان يدور على انديكيتور اوف كومبرومايزز عنده في النتورك. ولو كل ده اتعامل صح بطريقه مظبوطه، ده هيخلي عندنا early detection. يعني ال MTTI ده هيقل وهبدا اديتكت مثلا الايه اللي انا عندي اتاك هنا وابدا اخد عليه اكشن بدري بدري. وبكده نكون خلصت حلقتنا النهارده من سلسله حرس من الهاكرز من السايبر سكيورتي. اتكلمنا فيها عن الديتكشن ميثودز والثريت هانتنج. في الحلقه اللي جايه ان شاء الله هتكون الاخيره من سلسله حرس من الهاكرز، هنتكلم فيها عن الريسبونس. استنوني الجمعه اللي جايه ان شاء الله من سيكوال از سيرفيس. السلام عليكم.